السلام عليكم. النهاردة هنعمل وصفة ترند ومكوناتها موجودة كلها عندك في التلاجة. عملتها لبناتي بصراحة عجبتهم جدا، فقلت أشارككم بيها ونعملوها مع بعض. الوصفة اسمها مكدوس الليمون. الوصفة دي من دول الشام، خصوصا من سوريا وفلسطين والدول دهيت. كل اللي انت محتاجاه ليمون، جزر وفلفل. كده احنا جبنا الفلفل الحامي بتاعنا مع فلفل الوان مع الجزر وضربتهم في الكبه. في ناس بتخرط الجزر بتخرطه خروط رفيعه، تحب تخرطه، بس انا بحبه ناعم علشان بيدوب معانا بسرعه. ما شاء الله ضربنا كده الفلفل مع الجزر وحطيناهم في المصفى عشان ينزلوا الميه بتاعتهم. كده حطيناهم اهمت. ما شاء الله ريحتهم بتبدا تبقى جميله جدا. بعدين هنجيب بقى شويه فلفل بقى كده نخرطهم كمان مع اللي احنا ضربناهم في الكبه وهنحطهم معاهم. هم كده حطينا فلفل الوان، بس انا هنحط بقى فلفل حامي عشان تبقى سبايسي كده وحاميه. اهم حاجه فيها ان هي بتبقى حاميه وجميله. طبعا اللي مش عايز حامي ما بيحطش الفلفل الحامي، بيحط الفلفل الحلو. جبنا بقى الليمون بتاعنا وحطيناه قطعناه كده اهوت وشيلنا الطرفين بتوعه لان بيكون فيهم مراره، وبنشيل طبعا البذر. طبعا في ناس بتجيب الليمون دهوت وبتديله سلقه، بتديله 5 دقايق كده في ميه سخنه عشان يستوي معاهم بسرعه. بس انا بحب اعمله كده لان انا من ساعه ما عملته كده وبناتي بيموتوا في الاكله ديت او في المكدوس دهوت. بصراحه بتحط جنب اي اكل بيبقى جميل. كده حطينا معلقه كركم، معلقه كزبره، معلقه كمون، حطيناهم عليهم. وبعدين هنجيب العصفر وحبة البركة هنحطهم بعد كده. كده جبنا الملح، ملح الصخري بتاعنا، ملح للتمليح المخصوص، حطيناه منه معلقتين على المكدوس بتاعنا وهنقلب كويس. هنا حطينا العصفر وحبة البركة وهنحط حوالي 3 معالق خل مليانين. عقبنا البرطمانات بتاعتنا ما شاء الله، وهنبتدي نحط شويه ونحط شويه زيت. طبعا هو بيتعمل اساسه هو بيتعمل بزيت الزيتون، بس انا ما كانش عندي زيت زيتون فعملته بالزيت العادي. ما شاء الله بيبقى ريحته في منتهى الجمال وطعمه جميل يفتح النفس جنب اي اكل بتاكلوه. كده انا حطيت في البرطمانات المكدوس بتاعنا شويه زيت مع شويه مكدوس كده هو عشان يبتدي يشرب الزيت بتاعه. طبعا انت ما بتيجي تحطيه في البرطمانات ما بتحطوش للاخر، بتسيبي البرطمان فيه زي قراطين كده اهوت، لانه بعد كده بيبتدي يترفع معاكي وبيبتدي ينطر الزيت اللي فيه. فلازم انت بتسيبي قراطين كده فاضيين في البرطمان. ما شاء الله شكله وريحته في منتهى الجمال. اعملوه وربنا يحسن ما بين ايديكم. واللي ما عملش اشتراك للقناه يشترك عشان يوصله كل جديد. والسلام عليكم.